اهلا مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي وقناتكم فيروز بودكاست. نتمنى تكونوا في صحه جيده واحسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. نتوما كتسمعوا هذا لا فيديو فين ما كنتي في الدار، كنتي شاده الطريق، كنتي كتسمعني في بوز ديالك، مرحبا الف مرحبا، وليتي فيروزه فيروزاتي. فموضوع ديال البودكاست اليوم اختاريته بعنايه، وهو كيفيه تفعيل طاقه الاستقبال. فغادي تقولي يا فيروز شنو هي هاد طاقه الاستقبال؟ انا اكيد انكم سمعتوها في بزاف ديال لي فيديو، يمكن سمعتوها في دي بودكاست، سمعتوها غير باغازار وانتم تشوفوا في الانستغرام ولي فيديو ولي ريلز وفي تيك توك. وطاقه استقبال، ما طاقه استقبال، شنو هي طاقه استقبال؟ باختصار، كيف ما كنجيب لكم دائما الزبده باختصار، طاقه استقبال هي واحد الطاقه الطاقه انثويه بطبيعه الحال، كتميز الأنثى، وهي الفطرة اللي خلقنا عليها الله سبحانه وتعالى، أن دائما الإناث هم في طاقة استقبال، بينما الرجل هو في طاقة عطاء، أنه هو كيحس بواحد النشوة والفرح ملي كيعطي، والعكس صحيح. حتى حنا الإناث ملي كناخدو شي حاجة، ملي كتعطانا شي حاجة كنحسو بالفرح وبالنشوة وبالسرور. فهذه هي الفطرة اللي خلقنا عليها الله سبحانه وتعالى. الفطرة بعدات شويه على الطريق ديالها بفعل شحال من حاجه، وفعل الزمن كيتغير، ولكن الفطره واحده اللي خلقنا عليها الله سبحانه وتعالى، اننا كائنات خاصنا نفعلوا طاقه استقبال وخاصنا نعيشوا طاقه استقبال. فالسؤال اللي غتسوليني دابا هو كيفاش فيروز غادي نفعل هاد طاقه استقبال، وبما انها حتى هي سر من اسرار الانوثه المطلقه. سر من أسرار الأنوثة المطلقة هي تفعيل طاقة الاستقبال. كيفاش أنا غادي نفعل هاد طاقة الاستقبال؟ هادشي اللي غنشرح لك في هاد البودكاست إن شاء الله. فأول نقطة اللي غادي نقدروا نهضروا عليها، وهي أول حاجة في طريق طاقة الاستقبال، هو أنك تقبلي المساعدة. غادي تقولي كيفاش نقبل المساعدة؟ قبلي المساعدة، ما تكونيش كتحكري وغتقولي انه الناس لا راه بغات غير تعاونني باش انا نعاونها مره اخرى، ولا انا بغاني مثلا شي واحد نعاونه غير في هذا يعاونني في هذا البروجي باش انا غنعاونو في داك البروجي ديالو. واش هذه تعرضات عليك المساعده في اي حاجه، واخا تكون غير في داك الشيء اللي كنعيشوه يوميا، طاحت لك غير شي حاجه وقالك شي واحد نعاونك ولا نهز لها لك، مرحبا. علاش انا غادي نكون عقبه في ديك الطاقه ديال في طريق طاقه الاستقبال؟ علاش؟ فأول نقطة ردوا ليها البال هو أنك تقبلي المساعدة من الآخرين كيفما كانت، مساعدة نفسية، مساعدة معنوية، مساعدة جسدية، شي حاجة ثقيلة، طلبي انتي المساعدة وقبلي المساعدة في نفس الوقت. شي حاجة ثقيلة في الدار ما تهزيهاش انتي، تقدري تقوليها لراجلك، تقدري تقوليها لخوك، تقدري تقوليها لباباك. انتي قبلي المساعدة وطلبي المساعدة من اللي تحتاجيها. هذه أول نقطة. ثاني نقطة هو أنك تقبلي الإهداء. شي واحد إلا عطاك هدية، ما يكونش فيك عاوتاني هذاك الوسواس الخناس، لا عطاتني هادي ما غاديش، لا ما غنقبلهاش منها، لقاش انا خصني ملزمه اني نرد لها الكادو. لا شي وحده عرضات عليا، لا انا خصني ملزمه خصني نرد لها. ما تكونش عندكم هاد العقليه البنات. انا عارفه هاد الهضره صعيب اننا نبدلوها، وهذا الشيء راه متوارث عندنا، راه ماما كتوريك وجدك كتوريك وانتي وصحاباتك، هذاك الباجاج كامل في الدماغ. دائما كنتسناو من الاخر شي حاجه خايبه، وهذا الشيء راه جاري به العمل في الحياه اليوميه، وعندكم الحق 100%. ولكن دائما نكونوا شويه متفائلين، نحاولوا بدلوا نتوما من راسكم باش يتبدل من حداكم العالم. دائما تغيير كيبدا منا حنا، واخا يكون غير صغير، التغيير كيبدا منا حنايا. فقلنا دائما قبلي اي اهداء، جاتك غير شي حاجه واخا غير بسيطه قبليها بكل فرح وسرور. ما تكبريش على هذيك الهديه، ولا كيف ما كانت صغيره ولا كبيره، كيبقى هذاك لو جيست شي حاجه زوينه، وانتي في طاقه الانوثه ديالك راه كتقبلي اي حاجه زوينه بطبيعه الحال، ماشي شي حاجه نيجاتيف ولا سلبيه. فقلنا قبول المساعده من الاخرين، قبول الاهداء. ثاني حاجه انك تكوني مستقبله بامتنان وثقه. تعطاك شي مبلغ مالي
تعطاتك مثلا شي لبيسه، تعطاك شي صباط، تعطاك شي شال، شي حاجه يعني واخا كيف ما كانت تقبليها بامتنان، ما تحقريهاش. يعني بهاد المصطلح، هذا مصطلح معبر الصراحه. ما تحقري حتى حاجه، اي حاجه جاتك من اللي حداك تقبليها بامتنان وكوني ممتنه. والامتنان غادي نهضروا عليه ان شاء الله في بودكاست. انا غادي نشوف واش غادي نديروا البودكاست ديال نهار السبت ولا ديال الثلاث الاخر. الا كنتو يعني باغيين بودكاست ديال الامتنان في اقرب وقت كتبوا لي في لي كومونتير. تكوني في طاقه امتنان، انه اي حاجه تلقيتيها انت ممتنه ليها. الامتنان داخلي، الامتنان ماشي غير كنقول انا ممتنه وصافي. الامتنان يكون داخلي الابسط حاجه. شي لما كنتيش ممتنه لابسط حاجه راه ما عمرك غادي تقتنعي باي حاجه، وما عمرك غادي تقنعي. كاين مثل كيقول عين ابن ادم لا يملؤها الا التراب. راه غتكوني طبقتي هذا المثال هذا. الا ما كانش عندك هذيك الرضا والقناعه راك بحال طبقتي هذا المثال وشي ما درتي، وانتي كاع يعني قبل ما تبداي سديتي على الانوثه وسديتي على هذا الشيء كامل وما غتزيدي فين. وانا ما بغيتكش تكوني بحال هكا. فقلنا استقبال بامتنان وثقه. تالي حاجه اللي غادي نقولها لك وديريها في بالك في حياتك كامله، ماشي غير يعني غير في طاقه استقبال ولا. دائما تذكري انك كتستحقي الاهتمام والعطاء، انك تستاهلي فريمون، كتستاهلي انتي الاهتمام، كنستاهل انا الاهتمام، كتستاهل الاخرى الاهتمام، كاملين كنستاهلوا الاهتمام والعطاء. تستاهلي انك تلاقاي بشي زوج يكون معطاء، تستاهلي ان الاب ديالك يكون معطاء تجاهك، تستاهلي ان الاخ ديالك يكون معطاء تجاهك، تستاهلي انه يجيوك هدايا من حيث لا تدرين. تستاهلي هذا الشيء كامل. وديري هذه حلقه في ودنك، راه ملي كتكوني انتي من الداخل ديالك مقتنعه تمام الاقتناع بهذه الفكره هذه، كوني اكيده انه كل شيء كيتيسر ليك. ما تحقريش راسك، دائما تفكري انك تستاهلي اي حاجه زوينه في هذه الدنيا كيف ما كانت، واخا تكون غير شي حاجه، واخا ابسط حاجه. انا ما طاح لي في بالي حتى حاجه دابا، ولكن ابسط حاجه حتى الاكبر حاجه كتستاهليها. نستاهل يجيوني دي كادو، نستاهل غير كلمه زوينه. يعني راه الكلمه زوينه راه نوع من انواع الهدايا. انا كنعتبرها كنستاهل انه تقال لي كلمه زوينه ندوز بها النهار ديالي من داك الشيء الرفيع. فقلنا ان تفكري دائما انك كتستحقي الاهتمام والعطاء. تالي حاجه هو انك تقبلي العروض اللي كيجيوك بكل فرح. شي حاجه مثلا توصلتي بها، شي اقتراح، نكون دائما ما نديرش بلوك للناس وهما كيهضروا معايا مثلا غير في الحوارات. لا، انا ما عنديش مع هذه وصافي نسد على بنادم في الموضوع. لا، حتى في الهضره ديالك تكون عندك طاقه استقبال، تسمعي لهذا وتسمعي لهذه وتقبلي الاراء. ما تكونش عندك واحد لاطاك واحد الهجوم. حتى في النقاش ما تكونيش مهاجمه، انت مستقبله الفكره ديالك عندك في راسك، كتدافعي عليها، كتهضري، ولكن في نفس الوقت انت كتستقبلي حتى الافكار ديال الاخرين، راه كتسمعيهم. ما كتكونيش انت ساده على ودنيك كتسمعي غير الفكره ديالك وصافي. لا، تكوني يعني تقبلي الاخرين حتى هما، تقبلي حتى الهضره ديالهم بكل فرح. ودائما تفكري ان هذا الشيء راه ماشي كيطيح منك. راه ملي كنقول لك انا فاعلي طاقه استقبال، واي حاجه اي حاجه جاتك تقدري تشديها، ماشي بالضروره تكون ملموسه. قلت لكم واخا غير كلمه زوينه، هذا الشيء راه ما كيطيحش من القيمه ديالك. غير باش تكوني عارفه، ما كيطيحش من القيمه ديالك، وما عمره كيطيح من القيمه ديالك ولا التقدير ديالك للذات ديالك. بالعكس، هذا الشيء راه كيزيد يفعل لك طاقه الانوثه، وملي غتفعل لك طاقه الانوثه غتعيشي مزيان واليس. كوني اكيده. فدائما تفكري انه ما كاين محسن من اننا نعيشوا الفطره اللي خلقنا عليها الله سبحانه وتعالى. وكوني اكيده ان الطريق ديالك غادي يتيسر ان شاء الله، وحتى انت نفسيا غترتاحي. فهذا يعني غير واحد النقطه في واحد البحر شاسع اللي مازال ان شاء الله غادي نتفصلوا فيه مزيان ان شاء الله. فقلنا ان طاقه الاستقبال هي طاقه انثويه، طاقه فيك انتي تعي متخبيها، راها فيك لداخل. ويكتب عليك الكاذب الا جا شي واحد عطاك شي حاجه راه كتحسي براسك فرحانه، يعني واخا يكونوا غير شي حاجه بسيطه اللي تقدري موفراها لراسك، شي حاجه كتشريها لراسك، شي حاجه دائما عندك، ولكن الا عطاها لك شي واحد اخر راه كيكون عنده واحد الطعم اخر، يعني واحد الوقع اخر.
فدائما البنات حرصوا على تفعيل طاقة استقبال. انا عارفك انك يعني عارفه انا متابعاتي زوينه الفنات راه قادين براسهم، قاده براسك وخدامه على راسك، واللي كتقرا حتى هي راه كتقرا، واللي عندها لا بوغس راه عندها، واللي كتقاتل مع الوقت وكتقاتل مع الزمان. ولكن دائما الابواب ديالك مفتوحه لطاقه استقبال. طاقه استقبال، ملي كنقول طاقه استقبال راه ما كنعنيش بها غير كما كنقول دائما، ما كنعنيش بها كل ما هو ملموس. انا كنعني طاقه استقبال في كاع الجوانب ديال الحياه ديالك. طاقه استقبال الحب، طاقه استقبال الحياه، طاقه استقبال الفرح، طاقه استقبال السعاده، طاقه استقبال الامتنان، طاقه استقبال الحب الدين، وطاقه استقبال التفاؤل والظن خير بالله سبحانه وتعالى. هادشي كامل انا كنعتبره استقبال، او هذا منظوري الاستقبال. فنتمنى انه تكون الفكره واضحه، نتمنى انه يكون هذا البودكاست فكرته واضحه، وخرجنا شويه من المنظور التقليدي لطاقه الاستقبال، انك خصك تشدي فلوس، خصك تشدي. انا كنقول دائما راه غير كلمه زوينه الا استقبلتها انا بكل فرح راه كتبدل لك نهارك كامل. ويكذب عليك الكاذب، راه شحال مره كتسمعي غير شي هضره زوينه استقبلتيها، كتستقبلي هذيك الطاقه ديالها، كتبقى معك النهار كامل وكتدوزي نهارك من داك الشيء رفيع. فدائما تفكري انك كتستاهلي الافضل، تذكري انك تستحقي الاهتمام، تذكري انك تستحقي العطاء، وتذكري دائما انك تستاهلي تعيشي في الفتره اللي خلقك عليها الله سبحانه وتعالى. نهايه البودكاست وصلت، نتمنى تكون الفكره واضحه ونكونوا خرجنا شويه على السياق المتعارف ديال طاقه الاستقبال وعلاقته بالانوثه. وان شاء الله نتلاقاو في بودكاست جاي. الى عندكم شي اقتراح، الا عندكم شي تدخل، مرحبا بالتعليقات ديالكم، كنقراهم واحد واحد. وكنبغي نشكركم وحده على التعليقات ديالكم الزوينين والفنين والواعرين. الصراحه كيشجعوني انني نزيد نخدم على هذا المحتوى اكثر، وانه المعلومه توصل لبزاف ديال البنات، وان تكون عندنا كوميونيتي ان شاء الله ديال الفيروزات الواعيات بالكينونه ديالهم الحقيقيه، والواعيات بالفطره ديالهم الحقيقيه، والناجحات ان شاء الله، واللي كيستحقوا اي حاجه زوينه في هذه الدنيا. كنستحق انا اي حاجه زوينه في الدنيا، كتستحقي انت اللي كتسمعيني اي حاجه زوينه في الدنيا، وانتم كاملين كتستحقوا كل الخير وكل الوفره وكل الحب ان شاء الله. نتلاقاو في بودكاست جاي ان شاء الله. السلام عليكم.